السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غير واقعك في كثرة الاستغفار. هذا الواقع الذي تعيشه، الذنب هو سبب هذا الواقع المرير. نعم، الذنب هو ذنوبنا. نحن صحيح نركض، نصلي، نقوم الليل ونسارع في الخيرات، لكننا لا ننتهي. قالوا يا رسول الله إنها تصوم النهار وتقوم الليل، لكنها تؤذي جيرانها في لسانها. شوف إلى وين قال الرسول عليه السلام، لم يتردد، قال لا خير فيها فهي في النار. شفت حال الأمة. المولى عز وجل مدح الأمة عندما كانت هذه الأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. طيب، شو المشكلة؟ لا تستطيع أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأنت تأتي لهذا المنكر. كيف أنا بدي أتخلص من هذا المنكر؟ الذنب بينك وبين الله، السيئة بينك وبين الناس، فالسيئة سيحاسبك الله عليها، ولئن تبت من الذنب سيغفره الله لك. نحن نلزم الاستغفار. استغفرنا في 2015، استغفرت أنا 30,000 استغفار في اليوم لمدة 6 أشهر. فحقق الله والله الذي لا إله إلا هو وعده لي في سورة نوح كلها، فقل استغفر ربكم إنه كان غفارا، بالترتيب. يرسل السماء عليكم مدرارا، أرسل الله السماء في الصيف، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، يمددكم المدد المستمر من يوم 2015 إلى اليوم، والحمد لله رب العالمين. نعم. وعندما عدت في الاستغفار بحملة استغفار 2022، وعندي قناة اسمها محمد حجازي والاستغفار أو سورة البقرة، أتكلم من آية عشتها تحققت تجلت أمامي فنبينها لك. نعم، يمكن أن تغير واقعك بكثرة الاستغفار والتوبة والرجوع عن هذا الذنب الذي أنت تصر عليه. لكن الإصرار على الذنوب الكبيرة تحتاج إلى سورة البقرة. لكن في قناتي محمد حجازي وسورة البقرة ستتكشف لك كيف تقرأ سورة البقرة. لقد قرأت سورة البقرة حتى الآن لربما 1700 مرة. فهي اقرأوا البقرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ البقرة فإن أخذها بركة والترك حسرة ولا تستطيعها البطلة. فمع سورة البقرة والاستغفار أنت في عالم آخر، قد أقلعت عن هذه الذنوب وابتعدت عن هذا الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فهو يأمرك ويؤزك أن تفعل هذه الفاحشة التي جعلتك في ذيل الأمم. نعم، فهكذا نغير واقعنا، نكثر من الاستغفار، نتوب من هذا الذنب ونقبل على الله، وسيعطينا الله إن شاء الله. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم ويستغفرون. فيش أف، فيش تعب، فيش مشقة، فيش نكد، فيش كدر في هذه الحياة مع الاستغفار. مع الاستغفار هو مفتاح المغاليق. اقبل على الاستغفار وابقى على الاستغفار. فوالله التدريج الذي أعطاني الله إياه في 2015 عادوا بنفس الترتيب في 2022. والإخوة الذين يتابعونني عاشوا هذه الآيات حتى قطفوا ثمارها فأمطر الله لهم السماء، ثم بدأ يفتح عليهم. اقرأوا تعاليق الناس وستروا أن الاستغفار هو عجيب. عجيب، فيه يمحو الله الذنوب، فيه يغير الحال. نعم. وأن يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. هيك بتغير الواقع تبعك والواقع الذي من حولك، وتحيا هذه الحياة الطيبة التي قال عنها المولى عز وجل في آية أخرى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة عندما تقبل على الله بأن تنتهي من هذه الذنوب التي تحول بينك وبين السعادة والقرب من الله، وتكثر من الاستغفار فيغفر الله لك هذه الذنوب ويفتح عليك مغاليق التي حالت بينك وبين السعادة، فتكون في رضا ورضوان من الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، وأحب ما تقرب إلي عبده فيما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم، المشكلة إنك أنت تركض إلى العبادة ولكن لا تنتهي، وكل الناس هيك. والمصيبة وهي الطامة الكبرى، لئن أنت غيرت سيؤويك أنت الله إلى كهف رحمته، ووالله هذا حق. جرب وعيش. سيؤويك الله إلى كهف رحمته كما آوى أصحاب الكهف إلى كهف رحمته. لو قلبت الدنيا فوقاني تحتاني
أنت في ألف خير ونعيم من عند الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.